الرميح يكشف عدم قانونية استبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار الرميح إلى أن هناك مبدأ قانوني معروف عالميا أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وإن حدث في القانون الجنائي فإنه يكون بما في صالح المتهم. وأوضح الرميح أن النواب والدولة إذ يريدان وضع قواعد وشروط ترشح جديدة فهي لا تسري على القائمة السابقة. كشف المستشار السابق لعملية الكرامة رمز الرميح عدم قانونية استبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وكل من اكتسب مركزا قانونيا في الانتخابات السابقة. وقال الرميح أن كل من لديه مركز قانوني سابق كسيف الإسلام وحفتر والدبيبة اكتسبه بقوة القانون والقضاء ولا تسري عليهم أي قوانين لاحقة. وأشار الرميح إلى أن هناك مبدأ قانوني معروف عالميا أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وإن حدث في القانون الجنائي فإنه يكون بما في صالح المتهم. وأوضح الرميح أن النواب والدولة إذا يريدان وضع قواعد وشروط ترشح جديدة فهي لا تسري على القائمة السابقة. تطورات مثيرة في الاجتماع غير المعلن بين الناظور والحداد في الولايات المتحدة. أفادت تقارير صحفية اليوم عن انعقاد اجتماع غير معلن بين رئيس أركان الجيش في غرب وشرق ليبيا محمد الحداد وعبد الرازق الناظوري في الولايات المتحدة بعد اجتماع ركسوس في العاصمة طرابلس بيومين. وأشار التقرير إلى أن الاجتماع ضم باسم البعيشي صهر خليفة حفتر وبعض الضباط من الجانبين، حيث شهد الاتفاق على إخراج مرتزقة فاغنر الموالون لخليفة حفتر في ليبيا وفقا لليبيا بيرس. وبحسب التقرير فإن وفد حفتر في الولايات المتحدة كان مصرا على إخراج الفاغنر الموالية لهم من ليبيا أكثر من وفد غرب ليبيا. ووفقا للتقرير أنه بعد الاجتماع بدأ حفتر في نشر قواته في مناطق النفوذ الروسي، مشيرا إلى أن لواء طارق بن زياد التابع لصدام حفتر بدأ في الانتشار في خط بني وليد ونسمه، كما أن مجموعة أخرى من قوات حفتر بدأت في الانتشار من السدادة إلى جارف. أنباء عن ترحيل سفير ليبيا في بريطانيا بسبب فضيحة. أفادت مصادر صحفية اليوم عن ترحيل سفير ليبيا في بريطانيا صلاح مرحيل من قبل السلطات البريطانية بسبب فضيحة أخلاقية بحسب ليبيا بيرس. وتولى مريحيل مهام منصبه قبل عام فقط كأحدث تزكيات شخصية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية. بشاغ يقر بالأخطاء ويطلب السماح من مواطني مصراتة. أكد رئيس الحكومة الموازية فتحي بشاغ اليوم أن ليبيا لن تستقر بالكامل إلا إذا كان بها انتخابات وبها رئيس منتخب وبرلمان منتخب. وقال بشاغ في كلمة مرئية خلال جلسة بمدينة مصراتة أننا نطلب السماح من الناس الذين اعتقدوا أننا تعدينا عليهم لأننا بشر ونخطئ. وأضاف رئيس الحكومة الموازية قائلا: الآن هناك مشروع سياسي بقيادة بثيلي والأمم المتحدة، نريد أن نقف معه وندعمه لأن هذا سيقود ليبيا للاستقرار. وبشر بشاغ المواطنين بحكم موقعه واطلاعه أن الاستقرار آت إلى ليبيا قريبا جدا جدا وستتجه للبناء والتنمية والإصلاح. وتابع بشاغ قائلا: ذهبنا إلى أخوتنا في المنطقة الشرقية ومشينا لهم ومددنا أيدينا ليس عن ضعف ولكن لنبحث عن إخوتنا وشركائنا لبناء الدولة. قال بشاغ أن هناك عدم فهم وفوضى تأذينا منها وتسبب في انشقاق كبير بالمجتمع خاصة في مدينة مصراتة، وهي مدينة عزيزة علينا وهي مهمة لليبيا وليبيا مهمة لمدينة مصراتة. وأكد قائلا أن هناك أحداث لا نريد ذكرها ونعتبرها جزءا من حالة الصراع، وكانت أحداث مؤلمة وتعديات لفظية وجسدية وسقط ناس وسالت دماء، لكن نريد أن ننظر الآن للدولة ونقيمها ونتغاضى عما جرى. رجال القوة الليبيون يتحدون مؤقتا. قالت صحيفة روسية أن رجال القوة الليبيين يتحدون مؤقتا، وتحت هذا العنوان أعلاه كتب راوي المصطفين في نيزة في سيمايا غازيتا حول لقاء قادة عسكريين في ليبيا بينهم متهمون بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب. وجاء في المقال:
في ليبيا نظمت اللجنة العسكرية المشتركة التي تجتمع وفق صيغة 5+5 اجتماعا لقادة الوحدات العسكرية ورؤساء الهياكل الأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من البلاد. وتم التأكيد في اجتماع طرابلس على ضرورة أن يكون الحوار ليبيا ورفض أي تدخل خارجي، كما تمت الإشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة توحد جميع مؤسسات الدولة الليبية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المعالجة لمشاكل قد يواجهها النازحون والمتضررون من الأعمال القتالية. وجدد المشاركون في الاجتماع رفضهم للأعمال القتالية وجميع أشكال العنف في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك التزامهم بإجراء الانتخابات. وبحسب تقارير إعلامية اتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل خلال شهر رمضان الجاري في بني غازي. في الواقع تم تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 بعد فترة وجيزة من حملة حفتر الفاشلة التي شنها الجيش الوطني الليبي على طرابلس في أبريل 2019. ومع ذلك فبعد تعطل الانتخابات البرلمانية والرئاسية العامة في نهاية العام 2021 ذهبت جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بصيغة 5+5 أدراج الريح. وما إذا كان الليبيون سيتمكنون من إحياء الاتفاقات السابقة والمضي قدما؟ السؤال كبير. ويأتي الاجتماع الحالي للمسؤولين الأمنيين على خليفة حفتر اتهامات جدية من محققي الأمم المتحدة تطال موظفين وقادة كبار في الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة بارتكاب جرائم جماعية يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويكفي القول أن بين المشاركين في اجتماع العسكريين هناك أسماء معروفة ليس فقط بصلتها بعالم الإجرام، بل تلعب دورا شخصيا دورا مهما فيه. في الوقت نفسه لتسمية مناصبهم بحد ذاتها وقع شديد، مثل رئيس جهاز ضمان الاستقرار أو قائد وحدة قوات مكافحة الإرهاب.